السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم البانكيك بطريقة ناجحة وسهل جدا، وزي ما انتم شايفين كده وطيب من جوه وعطينا لون جميل زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. المقادير 4 بيضات و200 جرام دقيق ومعلقتين بيكنج باودر صغيرين و2 باكيت فانيليا و3 معالق سكر ومعلقتين عسل نحل ونص كوباية مية. هنضيف هنا الفانيليا على البيض، 2 باكيت فانيليا على ال4 بيضات، والعسل النحل معلقتين، ونلتزم بالمقادير بالظبط عشان يطلع معانا ناجح. زي ما انتم شايفين كده ضفنا الفانيليا والعسل والسكر، 3 معالق سكر، وهنبدأ هنا نضرب بالمضرب، نمزج الحاجات دي كلها مع بعضها كويس جدا. اهم شيء ان احنا نضربهم مع بعض جامد عشان ناخدوا النتيجة المطلوبة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنبدأ هنا نضيف الدقيق، والدقيق 200 جرام وما يزيدش ولا يقل عشان يدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. هنبدأ هنا، وده البيكنج باودر معلقتين بمعلقة الشاي، ونبدأ نمزج المقادير مع بعضها كويس جدا. هنفضل هنا نقلب كده، نجيب الدقيق من على الحروف ونمزج كويس جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعانا هيبقى معانا نص كوباية مية وحسب الدقيق. احنا دلوقتي هتشوفي معانا القوام المطلوب حسب الدقيق اللي عندك. هتحطي مبدئيا كده، تبدأي بنص كوباية مية اللي هو المج العادي اللي في مطبخنا ده، اللي هنبدأ نحط بيه. وده كده القوام اللي احنا عاوزينه، ارفع كده يديني القوام ده، ما يكونش خفيف ولا يكون تقيل. وهنغطيها ونسيبها 10 دقايق. هنبدأ هنا نعلي النار، نسخن الطاسة، بعد كده نوطيها خالص. وهنبدأ بالحرف كده، بحرف المعلقة نشوفها من الجنب. هنلاقيها خدت لون، نقلبها على الجنب التاني على طول. هنسيبها لمدة 30 ثانية. زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نشوفها من الجنب كده، نرفعها حاجة خفيفة، هتاخد لون نقلبها على الجنب التاني. زي ما انتم شايفين كده، ده اللون المطلوب. اللهم صل على سيدنا محمد. ما بياخدش حاجة خالص وبيطيب. ودي الكمية اللي معانا، 200 جرام دقيق عمل لنا كمية كويسة جدا. هنبدأ هنا نحط الشوكولاتة، نحط الطبقة التانية، ومن الجنب كده نقفل بايدينا واحدة واحدة كده. ولما نطلعه واحنا بنطلع نغطيه عشان يفضل طري معانا. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، والشكل معانا والطعم حاجة جميلة جدا، وانتوا هتجربوه وهيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة، تعملوا لنا لايك ان شاء الله عشان يوصلكم كل الجديد بإذن الله.